ضرع. اشبع ابن عمي، اشبع الهبل والعبط ديالك واجي لي للواقع الحقيقي يا ابن عمي. الله اكبر على الحق. نستناو يسالي الاذان وغنمشي معكم مع واحد الضربه اليوم سجلها المغرب في كيستناو ردود الافعال. وهنا استحضر واحد الفيديو ديال واحد السيد سميتو جلال بوسمينه، كيكون في الميريكان. واحد السيد ناقد للوضعيه الاجتماعيه الجزائريه، ناقد للوضعيه الاقتصاديه، ناقد للمجتمع الجزائري والدوله الجزائريه والنظام الجزائري بطريقه يسوق فيها انه عقلاني جدا. بطبيعه الحال داكشي اللي كيقولوا بينهم وبين الجزائر هذاك الدوله ديالهم، وهو مع بينه وبين المجتمع ديالو والشعب نتاعو وخوتو. ولكن دار واحد الفيديو كيتكلم على هذه القضيه ديال داك المكتب ديال بوغديون. راح يتحدث عن مكتب بوغديون وبدأه بما يلي، وهو الذي يقدم نفسه مفكرا. قال لهم: ولكل فعل ردة فعل. ليه بوسمينه؟ انا كنت كيتسحب لي انت هذيك الفيزيك ملي كتكون كتضرب الحيط كيرد لك بنفس القوه. هذا ميكانيزم فيزيائي. حنا اون بار بوليتيكا سي بوسمينه، اون بار بوليتيك، اون بار الناس اللي كتفكر اوترومون، الناس اللي عندها تفكير استراتيجي، الناس اللي كتفكر في حويجات اخرين اللي عندها علاقه مع داكشي اللي كتكلم عليه. لانه يستحيل تكون تشتكي من بطء النمو الاقتصادي في الجزائر، ومن اقتصاد الريع في الجزائر، ومن يعني ضبابيه المستقبل الاقتصادي في الجزائر، وما تتكلمش على الغباء ديال النظام ديالكم اللي ساد التجربه الشمال افريقيه، اللي ممكن ترجع هذه المنطقه هذه كامله تستفيد من الخيرات نتاعتها. التكامل الاقتصادي اللي كيكون مع الناس العقلاء والدول اللي كتضرب على المصالح نتاع المنطقه كامله. فهمتي يا قزع؟ فهمتي يا جلال بوسمينه اللي كيقول لك انا مفكر؟ لو كنت فعلا مفكرا واستراتيجيا في تفكيرك لناضلت لمده سنوات وسنوات، لان المشكل الوحيد اللي كاين عندكم في الجزائر هو البوليزاريو. ودابا هذا المكتب ديال بوغديون وهذا الشيء اللي كيديروا الان تبون بمحاوله التحالف مع تونس وليبيا وموريتانيا وعزل المغرب. لو كنت فعلا مفكرا لتحدثت عن شي حاجه سميتها يجب ان يغير النظام الجزائري عقيدته السياسيه، العقيده البخروبيه المستعديه للمغرب واللي عندها عقده الملكيه. ابو سمينه المفكر نتاع الزعت، عييتي تقرا في داك الشيء نتاع الميريكان وما فهمتيش بان الميريكان لم تكن لتكون امريكا لو كان ما فيهاش كدو 50 ولايه ابن عمي، ولكل ولايه خصوصيتها، ولكل ولايه نقاط قوتها، والتكامل اللي كاين بين الولايات كدو 50. الغبي العبيط فهمنا؟ لو كان فكرتي في شي حاجه سميتها الولايات، سميتها الدول شمال افريقيا، اتحاديه دول شمال افريقيا، اتحاديه دول شمال افريقيا. لو كان كنتي فعلا انت كتفكر في حاجه عندك، ولكن ما دمت عبيطا غبيا فغادي تبقى تما غير كدور ابن عمي وسير الله يعاونك. اذا نرجع لك ابن عمي، اذا كنتم زعما كتعتقدوا انكم درتوا فعل او ردة فعل فانتم اغبياء وانتم عبطاء، عبط زبط هبط. واعود لاقول ابن عمي، الدوله المغربيه لانها دوله تحترم نفسها، ولانها دوله غاديه لقدام وعارفه اش باغيه، ما كديرش اولا ردود افعال، وما كديرش ردود افعال تجاه حركه بهلوانيه. هذيك حركه بهلوانيه، هذيك ان تاتي دوله قوه ضاربه، الناس كتحالف مع الصين، كتحالف مع الامريكان، كدير استثمارات مع روسيا ومع الاتحاد الاوروبي والانجليز. انتم دايرين التحالف مع برمطوش وبوغديون. ها ودا الاخوان سمحوا لي والله العظيم اللي كنتحمس اكثر، وليت كنتحمس بزاف، سمحوا لي ما نعاودش. الناس كتقلب على وشنو تبوزيسيونا في العالم، وانت جايب لي بوغديون وفاروق الهبيل العابط. فاروق اش كيدير تما في الجزائر؟ هذاك عايش في الجزائر ياك؟ عايش في الجزائر، كيعطوا له منحة البطاله حتى هو. ولو كان الخير للخو يداوي يكون دوا راسو. صاحبي واش بنادم ما قدرش يطور حتى من راسو؟ حتى
حتى من راسو بنادم ما قدرش يطور حتى راسو، يكون في واحد الوضعيه اكس ويقول ديسي 5 ans جو في اتر في بوزيسيون اكس بلس 1، وغتكل عليه انت غيطور لك مشروع ولا فكره. كنت غنعطيكم عاود واحد بعض، ولكن كنحشم من الاصدقاء. والله الا وليت نحشم الاخوان معكم بينا، كنتحشم معكم. ما علينا. ميتسوبيشي حبست في تونس وجايه تكمل البروجي ديالها في المغرب، غدير الاندماج مع الفرع نتاع المغرب. صافي داكشي اللي كان في تونس غادي ديجا كاين هنا في المغرب، غادي تجيب داكشي تاع تونس وتزيدو للمغرب. انت هادشي اليوم قررت تونس ميتسوبيشي تحبس في تونس. ما كاينش مناخ نتاع الاستثمار، ما كاينش مناخ ديال تشجيع الاعمال، ما كاينش مناخ نتاع الفكره ديال انك تمشي بدوله وتبني دوله وتمشي لقدام في الصناعه ولا في السياحه ولا في حتى شي حاجه. وغادي نوضو تباكاوا، غادي يستغلها تبون. شوفوا قلناها لكم يا قيس سعيد، المروك راه يضرب من الجهه الاخرى. قلنا لكم بان المروك داركم السياحه ودابا باغي يديركم الصناعه. دابا ملي كتكون انت حمار اش غندير لك انا؟ ملي كتكون انت حمار انا اش غندير لك انا؟ دابا انا خصني ما ندير سياحه، ما ندير صناعه، ما ندير اقتصاد، ما ندير فلاحه. علاش؟ حيت انت عندك السياحه والاقتصاد والفلاحه. اش غندير لك الا كنتي انت حمار؟ اش غندير لك انا؟ جاي من واحد القطاع معين لتجربه لاستزعت وباغي تحكم دوله بحجم تونس وبتاريخ تونس ومكانه تونس والسياسه اللي كانت في تونس والمفكرين اللي كانوا التي انجبت تونس، وجايبين واحد عبيط من كليه الحقوق خدامه مع اللغه العربيه، خدام هو مع اللغه العربيه. صافي المجهود اللي كيديروها باش يقول جمله فيها اللغه العربيه. مشات ميتسوبيشي، ايوا تبع ليا تبون، تبع تبون ودير النموذج التبوني في الاقتصاد. وسترون اخوتي التوانسه اخواتي التونسيات ان ما يحدث الان في الجزائر سيحدث في تونس، والطوابير راه شفناها والركود الاقتصادي راه شفناه. غير المشكل اللي كاين والخطير في الامر هو ان الجزائر عندها البترول، عندها الريع، تونس ما عندهاش الريع ابن عمي. يعني دينكم الهاويه والتوانسه فيقوا. قيس سعيد مع تبون دينكم للهاويه. علاش؟ الجزائر كما كان الحال، الجزائر ما عندها صناعه، ما عندها فلاحه، ما عندها سياحه، ولكن عندها هذاك البترول. على ما يتسالى في انتظار يتسالى راها دايره ما بغات. صافي تونس ما عندهاش. تونس كانت عندها الصناعه التحويليه، عندها الصناعات الغذائيه، كانت عندها الفلاحه، وكان عندها السياحه. ها دابا كتشكاو منهم 4. اش غدير؟ ما علينا. تقارن لي انت زريبه مع دوله؟ مستحيل اصاحبي، مستحيل. هيا شوف كاين دي زانديس. اخر انديس ابن عمي هو ما يلي. وزير التجاره الجزائري خرج الى الاسواق تحضيرا لرمضان، خرج يطمئن الشعب الجزائري. دقيقة هايا، واخا ماشي شي قهوة، مازال خصني ندير إعادة نظر في هاد القهوة اللي كنجيب. ما علينا. وزير التجارة الجزائري خرج إلى الأسواق يطمئن الشعب الجزائري على الوفرة الغذائية وعلى البريكس ماشي البريكس، الثمن ابن عمي. consommateur il a le choix يحب يدير لا سوفي دابا بلاتي
ايوا ما تقولوليش علاش سعيد انت كتكلم غير على الماكله واللحم، هذا وزير التجاره كيتكلم على اللحم. هذا ماشي سعيد برنوس، هذا قال لك ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الحديث عن اللحم ليس بكذا كذا. سي بوسطون شكرا الحبيب، شكرا على